هو ايه اللي انت عملتيه النهارده ده يا وسام؟ انا؟ هو انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه يا نور. لا يا وسام عملتي، وانت عارفه انت عملتي ايه كويس قوي. ايه الاسلوب اللي كنتي بتكلمي بيه يا علي؟ ليه؟ ليه كده يا وسام؟ بصي، انا مخنوقه شويه الايام دي يا نور، فسيبيني كده. وكمان مش علي هو اللي بدأ. طب تمام قشطه، انا مش هتكلم معاكي دلوقتي عشان انتي مخنوقه ومش متظبطه وفيكي حاجات متغيره كتير. يعني ايه يعني انتي قصدك ان انا اللي غلطانه؟ اه يا وسام، انتي اللي غلطانه. تمام، حلو قوي كده. قولي بقى ان انت عايزه تقفي في صف اخوكي. ايه اللي بتقوليه ده يا وسام؟ هو انا من امتى بفرق ما بينك وما بين علي؟ لا خلاص يا نور، كل حاجه اتوضحت خالص. خلاص خلاص. لا انت اكيد ما فهمتيش قصدي. خلاص يا نور، احنا وصلنا وانا ورايا شغل كتير. يلا ننزل. خلصنا. وسام نزلت من العربيه ودخلت المديريه، ونور نزلت وراها بصدمه، مش فاهمه وسام بتعمل كده ليه. وسام دخلت المكتب على الشباب، ونور وراها برضه، وباين عليهم ان هما الاتنين متخانقين جدا. ولما دخلوا على الشباب لاحظوا ان هما متخانقين، فحاول ادهم ان هو يخفف الجو بتاعهم وقال لهم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا ان انتوا سلمتوا. بقول لك يا كابتن ونحياتك احنا مش فاضيين للكلام ده. ليه بس كده؟ ده احنا لسه حتى في يوم راس السنة، ولازم تبقوا متفائلين وفرحانين. كل سنة وانت طيب يا حازم، بس معلش في ناس غاوية عكنانة وحرق الدم. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انت قصدك مين يا نور؟ قصدك انا؟ ما اقصدش حاجه. هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانت مالك يا عم؟ انت هتصاحبنا؟ بالظبط، او ده اللي انا بتكلم عنه. تمام، انا ماشيه، ورايا مشاوير. خرجت وسام وقفلت الباب وراها بقوه، والكل باصص لها بصدمه. هي فعلا شكلها متوتره قوي النهارده. بس هو ايه اللي حصل؟ وانت مالك؟ بقول لكم ايه، انا ماشي. ورايا كذا حاجه كده، واحتمال اعدي على ندى. خرج حازم بسرعة من المكتب، وهو ناوي يعمل حاجة كان عاوزها من زمان، وهو يمشي ورا وسام. هو في ايه مالكو؟ خير، ايه اللي حصل على الصبح؟ عاملين كده ليه؟ يا برو، الأجواء مشحونة في خناقات. على فكرة ممكن تعلي صوتك عادي، أنا سمعتك على فكرة. علي صوتك، أنا مش بعض. يعني هو في ايه اللي حصل؟ أنا مش فاهم. نور وسام شادين مع بعض شوية النهاردة بيتخانقوا. اوه لا، ما تقولش. عادي على فكرة، وبتحصل ما بين الاخوات. ايا كان، احنا هنركز في الشغل وبس. صحيح يا نور، احنا هنجتمع النهارده بالليل، الفرقه كلها، علشان نتكلم في القضيه. تمام، بلغي وسام وهنستناكم. بس انا النهارده مش هينفع اتاخر، فلو نخليها بكره اكون ممتنه ليك بعد اذنك. تمام، بس هنجتمع النهارده شويه صغيرين قبل ما نروح، عشان لازم اقول لكم على حاجه. اوكي، بس ممكن سؤال؟ هو في حاجه معينه هنتكلم فيها المره دي؟ ولازم كلنا نشتغل سوا. تمام. نور، صحيح ما تخليش حاجة تأثر على شغلك. ما تقلقش يا حضرتك، أنا بعرف أفصل بين الشغل وحياتي الشخصية كويس جدا. تمام، وده المهم عندي، إن مفيش حاجة تأثر على شغلك أبدا مهما حصل. فهماني؟ طبعا، ما تقلقش. بعد إذنك. خير يا برو، هو في إيه بالظبط؟ في اجتماع ليه؟ عادي، هنتكلم شوية، وعايزين نشتغل بجد بقى. وعايزة أطمن كده. طب هو أنت عاوزنا في إيه يعني؟ ايه الاجتماع ده؟ هنتكلم في القضية يا زين، مالك؟ بالليل هتعرف كل حاجة. أما وسام فكانت وصلت المقابر عند أبوها وأمها، كانت قاعدة في الأرض بجوارهم وبتعيط وبتكلم نفسها. فهي حاسة إن هي مقصرة جدا في حقهم، فبقى لها سنة ما زارتهمش. وبعد قراية الفاتحة كانت بتكلم نفسها وبتقول: سنة جديدة هتدخل وانتوا مش في حياتي، وانتوا مش معايا، وحاسة إني وحيدة برغم وجود ناس كتير قوي قوي حواليا، لأن وجودكم معايا في الأيام دي كان هيفرق بجد عليا. فاكرة اللي حصل كأنه حصل امبارح، بجد عمري ما نسيته. أنا أنا عارفة إن الحياة بتمشي، بس أنا مش هسيب حقكم، وعد مش هسيبه. حقكم هيرجع، وهعرف مين اللي عمل كده، وهعرف مين اللي عمل كده عاجلا أم آجلا. عارفة إن قضيتكم اتقفلت بقالها كتير، بس هجيب حقكم، وعد. إنها عمرها ما اتقفلت بالنسبة لي. هضطر أسيبكم دلوقتي، بس هنتقابل تاني. لما قرت الفاتحة وهي ماشية وخارجة، لقت في وشها
حازم قربت منه باستغراب وقالت له: ايه ده وسام؟ انتي بتعملي ايه هنا؟ انا ليا حد هنا، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ ايه يا وسام، هو انت بس اللي عندك وفيات ولا ايه يعني؟ لا مش قصدي، اكيد يعني ربنا يرحمهم يا رب، معلش. على العموم انا خلصت، يلا بينا نمشي. وهم في طريقهم للخروج: صحيح، هو انت كنت بتزوري مين هنا؟ كنت بزور بابا وماما. ايه ده، هو انت مامتك وباباكي متوفيين؟ اه. مصدوم كده ليه؟ ده عمرهم يعني. لا بس متفاجئ بس مش اكتر، ربنا يرحمهم يا رب. وانت بتزور مين هنا؟ جدي وجدتي، هما كمان هنا. اخيرا وصلنا للعربية، يلا اركبي اوصلك. لا لا طبعا مش هركب، شكرا. خد تاكسي. اخدي تاكسي؟ على اساس ان انتي واقفة مع مين يعني؟ واقفة مع سوسو؟ سوسو؟ طب ليه كده؟ هو انا قلت ايه يعني؟ ما اقصدش. طب سيبك من اللي قلته، انا اول مرة اشوفك بتضحكي، ضحكتك حلوة قوي، بتضحكي على طول. هم؟ نعم. نعم. ايه يا ست، مش قصدي حاجة، اقصد انك على طول جد ومش بشوفك بتضحكي يعني. عادي ماشي. ايه رجعت في كلامك؟ مش ناوي توصلني؟ ايه؟ لا ابدا، اركبي وهعزمك على قهوة كمان. لا يا عم، انا اللي هعزمك عشان يبقى حاجة عليك وحاجة عليا. موافق؟ ماشي يا ستي، زي ما انت حابة. يلا بس اركبي عشان الحق اوصلك، يلا. ايوه ايوه، اقف هنا، انا بحب المكان ده، قهوته حلوة قوي. هنزل اجيب القهوة في ثواني. تمام، لحظة بس اركن. ثواني. بص، هنزل انا في السريع اجيب القهوة واجي على طول. لو سمحت، عاوزة 2 قهوة تيكاواي، وواحدة سادة وواحدة بملح. معلش. ايه؟ قولي تاني كده. زي ما سمعت، بملح. ولما رجعت ودت حازم الكوباية، أول ما شرب منها ملامح وشه اتغيرت تماما، وهي ماتت على نفسها من كتر الضحك. حازم يبص لها ويقول لها وهو مش قادر يتكلم: أنا أنا يتعمل لي قهوة بملح؟ أنا؟ ما هو انا نسيت اسالك قهوتك ايه. ف فهي اتعملت كده. على العموم هطلب لك غيرها، انا قهوتي مظبوطه، ولو انت حطيتي فيها شويه زيت هيكيفني. زيت؟ ده بجد؟ يا ستي بهزر. في ايه يا وسام، زيت وملح؟ نزلت وسام من العربيه وراحت تطلب له غيرها. ادهم اتصل على تليفون حازم ورد عقبال ما وسام ترجع. وهو بيتكلم معاه كانت وسام رجعت، وادهم قال له: ما تطولش عشان عاوزك ضروري، وانا هشوف وسام فين عشان عاوزها هي كمان، في اجتماع ولازم كلنا نجتمع. ساعتها وسام رجعت وركبت العربية، فشاور لها حازم انها ما تتكلمش، ورجع كمل كلامه مع ادهم: لا يا ادهم، ما انا وسام معايا اهي في العربية، احنا راجعين في السكة اهو، عاملين اجتماع ولازم ان احنا نحضره، فهنروح على المديرية. تمام. صحيح يا وسام، هو انت ونور متخانقين؟ بصي، انا ما اعرفش سبب الخلاف ايه، ولا اعرف علاقتكم ببعض عامله ازاي، بس مفيش سبب ان انتوا تتخانقوا مع بعض كده. طب ما انا اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ اتناقشوا في الموضوع، اهم حاجه الوضوح ما بينكم وانتوا بتتكلموا، ما تسيبوش زعل كده يطول ما بينكم، فاهمه؟ حاضر، هعمل بنصيحتك. وكمان انا ممكن اكون بلغت في رد فعلي شويه، انا ما اعرفش الموضوع عن ايه اصلا، يعني محدش حكى، ومش لازم تعرف الموضوع عن ايه. هو انا قلت ان انا عاوز اعرف اصلا؟ ده انت غريبة. يلا يا ستي، ادينا وصلنا، وشكرا جدا ان انا شفتك النهاردة وسامي الهادية المبسوطة. شكرا. ليه؟ هو انا كانت دماغي هربانة مني يعني وكنت على طول بتشوفني دماغي هربانة؟ آه. لا خالص خالص، يلا عشان ما نتأخرش، طيب يلا.